تالت كليشيهات في الدراما المصريه نفسي نبطلها الجزء الثاني. بالنسبه لي يا جماعه من اكتر الحاجات المستفزه اللي بتحصل في مسلسلات رمضان وفي الاعمال الفنيه المصريه عموما، يعني فكره ان في اغنياء وفقراء. بس يعني هو يا اما فقير مثلا وبيشحت ومش عارف ايه، يا اما قاعد في فيلا بقى، انت فاهم. طب يا باشا، ما في ناس قاعده في عماره عادي، يعني انت فاهم، في في ناس قاعده في بيت طبيعي خالص. لا، الفئه دي هو مش مهتم، يعني انت فاهم، هو يا اما واحد بيشحت يا اما واحد ملياردير. مفيش في النص، ما فيش واحد فكهاني مثلا، يعني مش هيعمل حاجه زي دي. فاتمنى يعني نهتم ان في مصر كبيره وفيها طبقات كتير، والله جميله برضه ينفع نعمل عنها مسلسلات وافلام. الحاجة التانية بالنسبة لي اللي نفسي نبطلها يا جماعة، الشيخ الشمال، الشيخ اللي بيسرق تبرعات الجامع، واللي بيعمل واللي بيسوي واللي مش عارف بيبص على واحدة بيشتهيها. أنا عارف طبعا إن في حاجة زي دي، بس عرفنا يعني، أنت فاهم، وصلت المعلومة. حضراتكم بقالكم مثلا حوالي 15 سنة بتصوروا لنا فكرة الشيخ الشمال. ممكن نشوف شيخ عادي، عادي يا شيخ، فاهم يعني، تخيل كده معاد واحد يعمل دور شيخ عادي، عادي خالص. ما شفناهاش دي على ما أظن يمكن من الثمانينات مثلا. تالت حاجة بالنسبة لي فكرة البنت اللي اشتغلت في الشمال علشان تصرف على أمها وأخواتها. لا يعني في بنات والله يا عم بتشحت، فاهم يعني، يوم ما تخرب معاها خالص برضو مش هتنيل نفسها وتشحت عادي يا عم، هتشتغل تلات أربع شغلانات، هتعمل أي نيلة. فكرة المبرر للشمال بقى إنها تعمل إيه، يعني ما لازم تعمل كده. ده حاجة يعني إيه، فكك من ان احنا مثلا ايه، ده غلط برضه ومش لطيف وما بيأثرش في الناس. غير، فكك، رسالة وصلت. احنا في 300 ألف عمل كده، وفي 300 ألف عمل فيهم حوار الشيخ، فاهم الفكرة. جديد بقى، عايزين حاجة جديدة بقى، فاهم الفكرة. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تكتب لي كومنتس إذا كنت مختلف ومتفق معايا في أي حاجة، وتابعني بنزل محتوى يومي عن التمثيل، واعمل لايك. سلام.